مرحبا يا جماعة. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي توصل الساعة الذكية بتاعتكم على الايفون باستخدام تطبيق تشاور واي فاي وايا كان موديل الساعة. اول حاجة بنصحكم بيها علشان يعمل معاكم شرح ده 100% ان البلوتوث يكون شغال، ولو التطبيق عندكم من قبل كده وجربتوا تستخدموه امسحوه ونزلوه تاني علشان نبدأ من الصفر. اول خطوة هنفتح اب ستور وهنبحث عن التطبيق وننزل. بعد ما التطبيق يتنزل نفتحه ونوافق على كل الأذونات زي ما بيعمل بالضبط في الفيديو. إذن الموقع، إذن البلوتوث، إذن تتبع، أنا هدوس عدم تتبع، وكمين لازم نوافق على إذن الإشعارات للساعة الذكية. بعد كده هتطلع شاشة التسجيل. لازم توافقوا على الشروط والأحكام. تقدروا تسجلوا بإيميلكم أو تدخلوا من غير بياناتكم وتختاروا الزر الأصفر اللي فوق. بعدها التطبيق هيعمل حساب وكلمة سر تلقائي. ممكن تأخذوا سكرين شوت للمعلومات وبعدين ندوس تأكيد. التطبيق بعد كده هيطلب منكم إدخال بياناتكم. أنا هسيبها زي ما هي وهدوس استمرار. دلوقتي نروح لخانة أنا أو مي ونختار البحث عن جهاز ونعمل توصيل. لو ساعة مش ظهرت في القائمة عندكم حلين: تعملوا إعادة ضبط مصنع للساعة أو تعيدوا تشغيلها وتجربوا تاني. ولو لسه مش ظهرت تروحوا لإعدادات البلوتوث في الآيفون وتشوفوا لو الساعة متوصلة. لو موجودة نختار نسيان هذا الجهاز. بعدين نرجع للتطبيق ونعمل بحث تاني. أول ما تتوصل الساعة هيظهر إذن ربط البلوتوث ولازم نوافق، وبعده إذن استقبال الإشعارات للساعة وبرضة لازم نوافق عليه. بعد الاتصال نرحل إعدادات الجهاز إشعارات الرسائل ونختار التطبيقات اللي عايزينها. افتراضيا بيكون كله شغال. ندوس تأكيد لحفظ الإعدادات. نرجع للصفحة الرئيسية، نختار واجهة الساعة واجهة مخصصة اختيار، ونختار صورة من المعرض ونضغط تأكيد حفظ استخدام ونستنى لحد ما تكتمل. وبرشح كمان إنكم تطفوا وضع عدم الإزعاج في الآيفون لأنه ممكن يمنع وصول الإشعارات للساعة. وبكده تكون الساعة الذكية اتصلت بالكامل بالأوفين. إشعارات، مكالمات، رسائل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا وتكتبوا تعليق. أشوفكم في فيديو جديد.